السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا البودكاست. اليوم غادي نهضروا على موضوع كيهم بزاف ديال الناس، وخصوصا الناس اللي تيقراو الكتب، لكن احيانا تيدوزوا من فترة فيها الفتور او من فترة الفتور، الكسل وغياب الرغبة في القراءة، بحيث في شي لحظات الإنسان تيفقد الرغبة في القراءة، ما تيبقاش باغي يقرأ الكتب أو الروايات، وتيفقد الحماس للقراءة، فتيولي يشد الكتاب تيبداه وتيخليه، أو بعض المرات غير القراءة ديال العنوان أو بعض الصفحات الأولى ثم يضع الكتاب أو الرواية. وحتى أنا بزاف المرات دزت من هاد المرحلة ديال الفتور، ومؤخرا مدة شهر ما قريت شي كتاب أو رواية. حتى الأسبوع اللي فات قريت 3 كتب، ومن بينهم سفاح الأزقة اللي هدرت عليه في الفيديو اللي فات. فهادشي علاش في هذا البودكاست نشارك معكم كيفاش نرجعوا الحماس ديال القراءة، ونعطيكم كتب زوينة في آخر الفيديو اللي تقدروا تبداو بها من بعد فترة الفتور. أولا خاصنا نفهموا شنو هو الفتور، خاصة الفتور في القراءة، فاش تنحسوا أنه مبقيناش قادرين نقراو كتب أو ما عندناش الخاطر، وحتى حاجه ما كتعجبنا في الكتاب فاش كنقراو المقدمه الكتاب ما تيثيرش الانتباه ديالنا ولا الحماس للقراءه. هذاك هو الفتور، هو الاحساس بعدم الرغبه في القراءه. حتى لو كنا كنبغوا انه نقراو الكتب ونبغوا نوعاو ونزيدوا المعارف الفكريه والادبيه في الدماغ ديالنا، ولكن كتجي واحد الفتره لانه ما كنبقاوش قادرين نقراو، ما تتبقاش الطاقة أو الحماس باش نقرأ. وهادشي طبيعي، واحد الحاجة عادية جدا، وماشي عجز ولا كسل أو فشل، إنما شعور على حسب الحالة ديال الإنسان والتغيرات الجسم والعقل والنفسية ديال الإنسان تيه تتأثر ربما بشكل أو بآخر، وكتخلي الإنسان يدوز من واحد الفترة اللي هي فترة الفتور. هادشي تيخلينا نطرحوا واحد السؤال اللي هو علاش كيوقع لينا الفتور. وبصراحه كاينين بزاف ديال الاسباب اللي كتخلي الانسان يدوز من هاد المرحله. ممكن يكون السبب هو اختيار كتاب او كتب ماشي مناسبه، ربما تكون ثقيله او غير مناسبه للمزاج ديالنا، او بعض المرات حتى الضغوط الحياه بحال الضغط من الدراسه والعمل تيخلوا الواحد ما يقراش او ما يركزش في داكشي اللي تيقراه. كذلك الروتين ديال الحياة اليومية اللي كيخلي الدماغ ديالنا يرفض اي نشاط اضافي، لانه تيتعود على نمط عيش محدد. فلهذا من المهم ادخال القراءة كجزء لا يتجزأ من حياتنا. يعني ربما ما نقدرش نقراو 100 صفحة في النهار أو لا 50 صفحة إلى غير ذلك، ولكن إلا حاولنا نديرو مثلا غير 10 صفحات كل نهار، فالقراية غتولي واحد جزء من الحياة ديالنا. وما نسوش مواقع التواصل الاجتماعي اللي تيضيعوا لنا الوقت ديالنا. وحتى بعض المرات الناس غير تتصور مع الكتب او تتحط انها راه تتقرا، في حين هي ما تتقرا لا كتب لا والو، غير حب المظاهر. وربما مشاكل شخصيه او نفسيه اللي تاثروا على الانسان وما تيخلوش يقرا، او انه باغي يقرا شي كتاب او روايه. من بعد ما فهمنا او حاولنا نفهموا اشنو هو الفتور وعلاش تيوقع لنا هاد الفتور، دابا وصلنا للحل كيفاش نرجعوا نقراو او كيفاش نتغلبوا على هاد الفتور. وهنا غادي نعطيكم بعض الطرق اللي كتساعد باش الانسان يرجع يقرا. واول حاجه واهمها هو نبداو بشويه،
ربما كدوز واحد الفترة طويلة، شهر شهرين الإنسان ما تيبقاش يقرا الكتب. ما يمكنش مع البداية غادي تقرا 500 صفحة غتجيك قاصحة وما غاديش يتقبلها العقل، لكن ربما نقدروا نبداو ب20 صفحة 30 صفحة. هنا ممكن يعني كنبداو بالتدريج، غير بشويه بشويه حتى كنرجعوا نقراو ربما 500 صفحه 600 صفحه على حسب الكتب او الروايات. واغلب الروايات ما كنظنش انها كتوصل 500 قليلا، لكن بعض الكتب نعم تصل اليها. فنختار كتب مناسبه لنا، ربما تكون قصيره فيها تشويق او حكايه واقعيه، او ربما نقراو على واحد المجال اللي حنا تنبغوه، ربما التاريخ، السياسه، الادب. وهناك عده انواع من الادب. شنو الادب اللي حنا تنبغيو؟ واش الادب الروسي، الادب العربي، الادب المغربي؟ على حسب كل انسان وشنو تيقرا وشنو تيعجبو. وكاين بزاف ديال المجالات اللي ممكن انه الانسان يقرا عليها، خاصه الا كان هو تيبغيها. وحتى اختيار مكان مناسب للقراءة، بحال نقراو كتاب أمام بحر في نهاية الأسبوع، فكرة، أو في أي مكان ترتاح فيه. أعطيكم مثال، أنا شحال هادي كانت يعجبني نقرا في السطح، لأنه كان مكان هادئ وخاوي من الناس، ما فيش الناس. فهادشي علاش كان كيعجبني نقرا في السطح، لانه اولا تنقرا راحتي، ما كاينش الضجيج، كنبقى غير بوحدي تنقرا الكتاب وكنبقى نشوف في السماء. بما انه ذكرنا السلبيات ديال مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن كاين حتى الايجابيات ديال مواقع التواصل الاجتماعي وفي نفس الموضوع ديال القراءه، لانه كاينين مجموعات في الفيسبوك ديال القراءه يمكن نشاركوا فيهم التجارب ديالنا، تجارب ديال القراءه، وحتى الناس الاخرين تيهضروا على شي روايه او كتاب اللي تيخليك تبغي تقراه. وبالتالي هاد الطريقه نافعه باش انه الانسان يرجع يقرا. في بدايه ديال الفيديو قلت غادي نعطيكم كتب اللي غادي تساعدكم باش انه ترجعوا تقراو من بعد الفتره ديال الفتور. كاينين كتب بسيطه وتتساعد الانسان على العوده للقراءه، بحال الخيميائي ديال باولو كويلو، روايه خفيفه وفلسفيه فيها احكام ومعاني كتخليك تعيد التفكير في الحياه. صاحب الظل الطويل، روايه قصيره وممتعه، ما فيها لا تعقيد لا والو، سلسه وسهله وتنفع الانسان اللي كان تيمر من فتره ديال الفتور. كذلك روايه لن ابكي، روايه زوينه بزاف، فيها بزاف ديال المشاعر، الحب، العطف، الرحمه، وحتى الحقد والشر والحزن. هي روايه متناقضه او روايه المتناقضات. القراءه ماشي سباق، هي رحله، وخا نوقفوا نرجعوا نقراو، فقط ناخذ وقت الكافي ونحاولوا نرجعوا نقراو في اقرب وقت باش نستافدوا من داكشي اللي تنقراو ونوعاو. الا عجبكم البودكاست هادشي اللي بغيت، وشكرا لكم على حسن الاستماع. دمتم سالمين، الى اللقاء.